بيبدأ فيلمنا بإيثان هانت وهو بيفتح رسالة جاله من الرئيسة المباشرة ليه، واللي بتبقى عبارة عن شريط بيشتغل في جهاز فيديو قديم، وده لأنهم عايزين يبعدوا عن أي تكنولوجيا حديثة، وهنعرف السبب كمان شوية. وبتعرفه إنها بعتله رسالة بنفسها لأنه أكيد مش هيثق في حد غيرها، وبتشكره في أول الرسالة على ال35 سنة اللي قضاهم في فريق المهمة المستحيلة، وعلى كل التضحيات اللي قدمها هو وفريقه لإنقاذ العالم والبشرية، وإن لولا تفانيه ومخاطرته بحياته كان أكيد العالم هيكون ليه شكل تاني. وبتتأسف له عن كل شخص فقده وهو بيخدم وطنه، وبتطلب منه إنه يساعدها للمرة الأخيرة، وبتعرفه إن العالم الرقمي كله في خطر، وده بسبب اجتياح فيروس الذكاء الاصطناعي واللي معروف باسم الكيان، وإن العالم في الوقت الحالي بيعيش فوضى من الأحداث، وده بسببه، والكل بيبقى مش عارف إذا كان اللي بيشوفه أو بيعمله حقيقي ولا لأ. حتى حكومات الدول مش عارفين يصدقوا الأخبار اللي بتيجي ليهم، والمشكلة الأكبر إن ظهر طائفة من الناس بتؤمن باللي بيعمله، وبيقولوا إن العالم محتاج لتطهير حتى لو هيبدأوا من جديد، وبيستشهدوا بقصة سيدنا نوح والطوفان، وبيبقى الوضع أكبر من اللي هم تخيلوه، لأنه في وسط القادة والمسؤولين ناس منهم، وبتعرفوا إنه لازم يسيطر على الكيان ده، ولازم يقضوا على مصدره الأصلي، وإن ده الراجل الوحيد اللي يعرف مكانه فين، وإن المساعدة بتاعته محجوزة بواسطة السلطات النمساوية. وبيفتكرها إيثان لأنها أنقذته قبل كده لما كان بيجمع مفتاح الكيان، وبيكون المفتاح ده فعلا لسه موجود مع إيثان، علشان كده مستخبي وخايف يسلمه لأي جهة، وده لأنه مش واثق في أي حد، ومش واثق هيستخدموه إزاي. وبتطلب منه إنه يسلم لهم المفتاح بدل ما يشيل هو الذنب في تدمير العالم. وبتدمر الرسالة ذاتيا بعد ما خلص، وفعلا بيبقى إيثان معاه المفتاح. اما بالنسبه لك انت فما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو لسه اول مره تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيخرج من المخبأ بتاعه وبيروح يقابل صديقه بنجي، وبيدخلوا في النفق بتاع المترو، وبيوصلوا للمخبأ السري بتاعهم، وهناك بيلاقوا لوسر، وبيتكلموا مع بعض عن الغواصه الروسيه اللي اختفت في رحلتها الاولى، واللي كان اسمها سفاستيبل، وانها كانت غير قابله للكشف لاي جهاز سونار او رادار، يعني بمعنى اصح كانت شبح وغير مرئيه، وكان سر اختفائها هو جهاز البارتاكوف، وانه موجود في كره محصنه داخل الغواصه، لكن الكيان خدع الطاقم اللي في الغواصه وخلاهم يقتلوا نفسهم بتوربيد هم اللي ضاربينه. وبيعرفوه ان الكيان ده مش هيقضوا عليه الا بشفره مصدره الاصليه، واللي هو البارتاكوف اللي موجود جوه الكبسوله اللي في الغواصه اللي غرقت، واللي الغطا بتاعه هينفجر لو حد حاول يستهبل ويفتحه، لكن المفتاح اللي معاهم هو الوحيد اللي يقدر يفتحه بامان. فإيثان بيقول لهم يبقى لازم نلاقي جابريل، وبنروح للنمسا وبنشوف ساسا المساعده بتاعت جابريل، واللي بتفتكر اليوم اللي اتقلب عليها فيه، وده لانها ساعدت إيثان بعد ما كانت مديونه له بحياتها، وبتبقى ماشيه وسط حراسه مشدده ومعاها 2 من الشرطه الدوليه، لكن 2 من الحرس بيدخلوا وبيبقوا عايزين يخلصوها من اللي ماسكينها، لكن ضباط الانتربول بيقاوموا، ولما بتدخل ساسا وبتقرر انها تنهي حياتهم بيوقفها الحارس، واللي بيكون هو إيثان، وطبعا هي عارفاه. ولما بيجي ستيف يطلب الدعم إيثان برضه بيوقفه، وبيقول له مش وقتك، نهايه العالم قربت ومفيش وقت اشرح لك، وبيقول له كمان لو سلمتنا فمفيش قوه على وجه الارض هتقدر تعطل الكيان. فبيبص لزميله وإيثان بيقول له ما تقلقش عليه، وفعلا الاتنين بينزلوا سلاحهم، واول كلمه بيقولها لها فين جابريل، وبتدلهم على حفله موسيقيه هيكون هو موجود فيها، وعلى طول بيظهر إيثان في الحفله وبيكلم بنجي اللي قاعد في العربيه بتاعته بره اللي مليانه برجال الاستخبارات السريه، وبيقول له مستحيل جابريل يكون موجود هنا، لكن إيثان بيبقى متاكد من وجوده، وبيظهر 2 من رجاله الاستخبارات اللي اكيد عارفين إيثان، وبيقولوا له يثبت مكانه وما يتحركش، وبتعدي واحده بينهم وهم لسه هيبلغوا عنه، وبتبقى جريس واللي انضمت لفرقه المهمه المستحيله، وكمان في اللحظه اللي عدت من بينهم سرقت اللاسلكي بتاعهم وكمان مسدساتهم، وبيدخلهم إيثان في مكان جانبي وبيفقدهم الوعي، بس المفاجاه انه بيدخل عليهم 2 تانيين وبياخدوا جريس وبيخدروا إيثان، وهم بيعرفوا ان جابريل عايزه في مهمه خاصه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متأيد ونفس الشيء لجريس اللي بتساله هيعملوا ايه، وبيبقى لسه بيحاول يفوق نفسه علشان يشوف تصريف، فبيشوف حد جاي عليهم، فبقول لجريس تجمد لان شكلهم هيدخلوا على السلخانه، وفعلا بيدخلوا عليهم، واول واحد بيضرب إيثان بيجي جابريل من وراه وبيقول لهم محدش يلمسه، وبيروح ناحيه جريس وبيقول له رايك نعمل معاها زي ما اتعمل مع زوجتك جوليا لما كنت في مهمه شنغهاي واللي كان اسمها عمليه قدم الارنب، وبيقول له طبعا انت بعد ما سلمت حكومتك قدم الارنب ما كنتش تعرف هو عباره عن ايه اصلا، وبيعرفوا ان قدم الارنب اللي سرقه من شنغهاي واداه للحكومه بتاعته كان هو اساس الكيان اللي عامل لهم رعب دلوقتي، وبيساله بيقول له المفتاح فين، قال له سيبها الاول وبعدين نتكلم، فبيقول له احنا ما عندناش وقت نتكلم، وبيعرفوا كمان ان في شخص عزيز عليه هيموت الليله دي، فبتدخل جريس في الكلام وبتقول لي إيثان نفس الكلام اللي قاله في القطر لما جه علشان ياخد المفتاح، فإيثان بيقول اكيد الكيان اتخلى عنه بعد ما فشل في انه يرجع له المفتاح، لكن جابريل بيعرفه ان الفريق بتاعه مخترق وعارف هما بيخططوا لايه، وان إيثان لو قاوم هيخسر كتير قوي، لكنه لو اتعاون معاه فممكن مفيش حاجه تحصل له او لفريقه، لكن إيثان بيبص له وبيخرج ضرس من جوه بقه وبيفهمه ان الضرس مزيف ولو داس عليه هيموت خلال 60 ثانيه، وساعتها لا هيبقى فيه مفتاح ولا يحزنوه، فبقول له بطل هبل وخرجه من بقه، قال له فكها الاول، فبيرفض
وفعلا بيكسر ايسن الضرس المزيف وبيبلعه، وعلى طول بتبان عليه تشنجات، فبيجروا بسرعه وبيفكوه وبيجيبوا الصاعق الكهربي علشان يعملوا له انعاش لقلبه، لكنه بيبقى بيصيع عليهم وبياخد الصاعق وبيروق على واحد منهم وبيضرب التاني في الوقت اللي بتاخد جريس منه المفتاح، وبيوصل واحد ضخم وجابريل بيقول له ما يقتلش ايسن لكن يقتل جريس اللي بتبقى بتفك نفسها، وايسن بيعمل من جسمه حمايه ليها. اما عمنا جابريل فبيبقى في طريقه للخلعان، واول ما جريس بتفك نفسها بيشتبك ايسن معاه، وواحد من اللي اتضربوا في الاول بيقوم، لكن جريس هي اللي بتتعامل معاه المره دي، وايسن بتنفض في الناحيه التانيه حتى هي كمان بتتمسك، لكن ايسن بيشوف مرزبه كبيره قدامه، وفجاه الراجل اللي ماسكها بيتشد وبتقف تتفرج على المجزره اللي قدامها، وبيبقى في خبط ورزع لحد ما بيكون ايسن فعلا خلص عليهم من غير ما نشوف الاكشن اللي عمله، وبيقول لها يلا بينا نلحق جابريل قبل ما يخلع، واللي بيكون فعلا بيجري وهما بيجروا وراه، لكن ستيف بيقف قدامه وبيقول له يثبت وبينادي على ايسن، لكن ساسا بتيجي من وراه، واول ما بيشوفها بيرجع يجري الناحيه الثانيه وهي بتضرب عليه نار، لكن بنجي بيقول لها ان ايسن عايزه حي، وبيروحوا كلهم وراه، لكنهم بيشوفوا صندوق كبير، وساسا بتقول له ان جابريل كان بيتواصل مع الكيان عن طريق الصندوق ده، وبيفتحوا الباب وبيدخلوا، واول ما ايسن بيلمسه بيتفتح وبيبقى جواه قناع شكله غريب متوصل بالصندوق، فايسن بيبقى عايز يكتشف ايه ده، لكن كلهم بيحذروه، ومع ذلك بيدخل جوه الصندوق اللي بيتقفل عليه وهو بيلبس القناع، واول ما الصندوق بيتقفل بيتم تأييد ايسن والكيان بيتواصل معاه وبيوريه مكانه، وبيقول له اكيد انت عارف المكان ده، فبيقول له ان اسمه قابو يوم القيامه وانه موجود في دوله الكونغو، قال له هتروح المكان ده وتخلي الكيان يبدا من هناك، فبقول له مستحيل، فبيعذبه وبقول له جوه الصندوق مفيش اسرار، وبيوريه اجزاء من ذكرياته، وتقريبا بيبقى عارف هو بيخطط لايه، وبيظهر ايسن وهو ماسك ميموري كبير، ولوثر بيعرفه ان الخوارزميات اللي فيها لو اندمجت بالشفره الاصليه للكيان فاكيد هيتدمر، وبيقول له انت بتخطط علشان توصل للشفره الاصليه وتدمرني، وبيوريه تخيلات من المستقبل، وبيقول له انت بتغامر بكل شيء انت حبيته، وبيرجع تاني وبيقول له يروح لقبه يوم القيامه اللي موجوده في دوله الكونغو ويعمل اللي بيقول له عليه، وبيعرفوا ان قدامه خيارين بس، وهما المستقبل مع الكيان او مفيش مستقبل اصلا، وبيعرفوا ان جابريل بقى منبوذ لانه عايز يسيطر على الكيان، وانه كمان في طريقه علشان يقتل صديقه لوثر، وبيديله مهله 4 ايام ينفذ فيهم اللي قاله عليه، او انه هيخليها خرابه ويدمر كوكب الارض كله، وبتتفك قيوده وبيخرج بره الصندوق، وبيبقى مش عارف اللي هو فيه وهم ولا حقيقه، ولما بيفوق بيقول لهم انه عارف كل حاجه، وبيطلب منهم قلم وبيكتب لهم انهم يروحوا للقطب الشمالي، وهو بيطلع يجري علشان يلحق لوثر واللي بيكون موجود في غرفه العنايه بتاعته، لكن جابريل بيوصل له، وبيبقى ايسن بيسابق الزمن عشان يلحقه، وجابريل بيشوف الميموري حوالين رقبته فبيفوق لوثر لكنه ما بيلاقيش حد جنبه، بس بيشوف الممرضه وهي مقتوله، فبيخرج من مكانه وبيشوف جهاز غريب وبيبقى مش فاهم ايه ده، لكن جابريل بيظهر وبيقفل عليه الباب وبيسلسله وبيوريه الميموري، وبيقول له يقول لايسن انه هيكون في انتظاره وبيمشي، وبيبقى الجهاز ده عباره عن قنبله كبيره وفاضل في الوقت بتاعها اقل من 4 دقايق، وبيوصل ايسن وبيشوف لوثر وهو بيحاول يعطل القنبله، وبيكون هادي جدا كالعاده، وبيعرفوا انها قنبله بنواه بلوتونيوم، وانها لو انفجرت المدينه كلها هتبقى طفايه سجاير، وانه بيحاول يفصل النواه عن المفجر الداخلي، وبيعرفوا ان جابريل خد الميموري وبيقول له يروح هو علشان يلحقه، فايسن بيقول له طيب والتهمه اللي قدامك دي؟ قال له اديني بحاول ان المدينه ما تنفجرش، لكن شبكه الانفاق اللي هو فيها فاكيد هتنهار، وبيبقى معنى كلامه انه كده كده ميت، وبيقول له يروح هو ويلحق جابريل ويسيبه هو يكمل مهمته الاخيره، وايسن بيبقى مش قادر انه يسيب صديقه عمره ويمشي، ولوثر بيقول له يروح هو علشان في ارواح اكتر منه بكتير متعلقه في رقبته، وفعلا ايسن بيودعه وبيروح ورا جابريل، وبيفصل لوثر الاسلاك اللي موصله بالنواه، وايسن بيحاول انه يخرج من النفق باقصى سرعه، وفعلا بيحصل الانفجار واكيد بيموت لوثر، وبيخرج ايسن وهو حزين على صديقه، وبيوصل للبوليس الدولي وبياخدوا المفتاح منه وبيقبضوا عليه وبياخدوه في طياره خاصه علشان يرحلوه، وبيسال جيم ايسن عن زميله ستيف وبيقول له هو مات ولا لا، فبيقول له لا، وبيقول له انه عارفه وعارف ابوه فيليبس اللي كان في يوم من الايام رئيس فرقه المهمه المستحيله، قال له بالظبط كان رئيسك في المهمه اللي اتقتل فيها كل مجموعتك، وادعيت انه كان خاين وانه كان السبب في موت فريقك، وبقول له ما تفكرش اني جاي علشان انتقم لاسم ابويا او ابرئه، لا انا جاي علشان متاكد ان انت السبب في كل اللي بيحصل دلوقتي، فبيتكلم ايسن وبقول له انا متاكد ان الكيان اكيد عرف يوصل ووصلك لحاله الكره اللي جواك دي، وبقول له طريقه واحده بس اللي تخلينا احنا الاثنين نهزمه، فبقول له ايه هي الطريقه دي، فبيمد له ايده وبقول له ان احنا نتعاون، لكن جيم ما بيرضاش وبقول له دي اكيد واحده من الاعيبك، وبيسيبه وبيقوم، وفعلا بيوصلوه لمقر الاستخبارات في فيرجينيا وبينزلوه من الطياره، وبيتكلم مع رئيس الاستخبارات وبقول له في الوقت اللي انت كنت مستخبي وبتمارس عملياتك الشخصيه كان الكيان بيسيطر على كل القواعد النوويه حوالين العالم، وما بقاش فاضل غير 4 دول هم اللي لسه ما تمش اختراقهم، وهم روسيا وامريكا والصين، وبيحملوا مسؤوليه كل اللي حصل واللي بيحصل.
وبيدخلوه مكانه وبيوزعوا الملف بتاعه على لجنه التحقيق، وبيقولوا له انت في يوم من الايام اقتحمت الخزنه السوداء للدوله وسرقت ملفات كل العملاء اللي بيشتغلوا لصالح الدوله، وكمان كان مسؤول عن تفجير الكريملين، وانه من شهرين اقتحم اجتماع عالي المستوى في المديريه الوطنيه للاستخبارات، وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا برضانا او غصب عنا يعتبر هو فرصتنا الاخيره لوقف الهبل اللي بيحصل. لكن بيقطع اجتماعهم وصول شخصيه رفيعه المستوى وبتبص للمفتاح وبتقول ايسن ايه اللي هيحتاجه علشان يكمل مهمته. قال لها اولا المفتاح، ثانيا عايز حامله طائرات نوويه، وبيشترط ان قائد السفينه يستجيب لاي طلب يطلبه، بمعنى اصح يكون تحت قيادته. فلما بتقوله طلباتك مبالغ فيها حبتين، بيقول لها اهون من انكم تصحوا على صواريخ نوويه بتتضرب من كل مكان في الارض وبشكل عشوائي، وبيقول لها تتخلى عن اي شيء عقلاني وتثق فيه، واكيد ده هيكون عكس ما الكيان مخطط له. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيجي لهم خبر ان المملكه المتحده تم اختراقها وما بقتش مسيطره على صواريخها النوويه هي كمان. فبتبص لإيسن وبتقول له طلبك مرفوض، وبتؤمر بحبسه. وانت يا صديقي لو مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه. وفعلا الحرس بياخده، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيهم مخرجينه من باب خلفي وفي طياره في انتظاره، وبتكون بعتله المفتاح وبيوصلوا له رسالتها انها فعلا واثقه فيه، لكن بتفكروا انه قدامه 72 ساعه علشان ينفذ مهمته، وبيدوا له ظرف مختوم وبيقولوا له هو عارف هيعمل ايه لما يجي الوقت المناسب. وبيوصلوا إيسن لحامله الطائرات اللي كان طلبها، وبيدوا الظرف للقائده واللي بتفتحه بتلاقي فيه توقيع الرئيسه، وبتجتمع مع إيسن وبتعرفوا انها هتلبي كل طلباته، لكنها بتعرفوا ان في حامله طائرات روسيه موجوده في البحر هي كمان، وبتفهموا ان اقل غلطه ممكن تحصل في ثانيه يحصل حرب عالميه نوويه جديده. وبيجتمعوا مع بعض وبيشرح لها الخطه بتاعته، وهو انهم يحددوا مكان الغواصه اللي غالبا هتكون في القطب الشمالي، وبالتحديد في منطقه بحر برينج، وان الفرقه بتاعته في الوقت اللي بيتكلموا فيه متوجهين للقطب الشمالي، والمفروض انهم اول ما يوصلوا للاحداثيات بتاعت مكان الغواصه يرسلوها لإيسن، وساعتها هو هيقدر يوصل للغواصه ويخرج البارتاكوف منها. ولو فعلا كل ده حصل وقدروا يعملوه هيرجع ويبعت لهم احداثيات بمكانه هو علشان يوصلوا له وينتشلوه من مكانه، وبتبقى الخطه مجنونه ومتهوره لكل اللي بيسمعها، بس مفيش غيرها. وبتوصل فرقه مهمه مستحيله للقطب الشمالي فعلا، وبيوصلوا لشخص اسمه دونلو واللي بيكون ماسك مركز الزلازل في القطب، وبيبقوا عايزين يشوفوا تسجيلات الصوت اللي حصلت يوم ما الغواصه غرقت عشان يحددوا مكانها بالظبط. لكنهم بيتفاجئوا ان الجنود الروس مسيطرين على المركز، ونفس الشيء الناحيه الثانيه. الطيارين بيعرفوا إيسن ان الحامله الروسيه موجوده، وانهم كده داخلين منطقه التمدد الخاصه بيها، وبيفهمون كده وضعهم في خطر، وان الوقود اللي معاهم يكفيهم لرحله الرجوع. فبيسالوا عن اي احداثات جات لهم على اللاسلكي بتاعهم، فبتقولوا ان المنطقه كلها فيها موجه تشويش وما يقدروش يستقبلوا اي رسائل، فبيقول لهم على الاقل يقفوا 5 دقايق مش اكتر. ولما بينفذوا طلبوا بتطير المقاتلات الروسيه قدامهم، وبتبقى زي رساله تحذير، وبيقولوا له ان لو حاجه غلط حصلت الحرب العالميه هتقوم بعد 10 دقايق. فإيسن بياخد قرار انتحاري كالعاده، وبينط من الطياره وبينزل في الميه، وفعلا بيشوف الطياره اللي كانت معاه وهي بتمشي والمقاتلات بتوصلها، وبيبقى إيسن نازل في نص البحر من غير اي حاجه تساعده، لكنه بيتفاجئ بغواصين طالعين من تحت الميه وبيفقدوا الوعي، وبياخدوه جوه غواصه وبيبقى هيتجمد من البرد، لكنه بيتضح من حظه الحلو انها غواصه امريكيه، والمفروض انها مكلفه علشان توصله للغواصه الروسيه. وبيقولوا له اكيد انت مجنون علشان تعمل اللي انت عملته، وبيسالوا عن مهمته، لكنه بيقولوا انها معلومات سريه، وبيطلب منه انه هيوصله للشمال، وبيعرفوا ان فريقه هيرسلوا احداثيات للمكان اللي هيروح له بالظبط. فبيفهموا انه كل اللي بيطلبوا منه علشان يعمله اكيد هيستفز الدب الروسي ده، في الوقت اللي دونلو بيتكلم مع كل الموجودين، وبيقول لهم ان الوقت المحدد اللي بيسالوا عن تسجيلاته حتى لو كانت التسجيلات دي لسه موجوده فالجهاز اللي بيشغلها مش موجود. وبيفهم بنجي ان الروس هم كمان بيدوروا على موقع الغواصه زيهم بالظبط، في الوقت اللي بيشرح فريق الغواصين لإيسن خطوره الفكره اللي عايز ينفذها، وبيقولوا له لو طلعت سليم وده مش هيحصل تبقى معجزه. وبيقعد بنجي جنب دونلو واللي بيقولوا انهم مش هيلاقوا التسجيلات ولا اليوم الدين، لكنه بيعرفوا انه حافظ احداثيات موقع الغواصه، وبينادي على مراته بيقول لها ان ده وقت العشاء بتاع الكلاب بتاعتهم، وبتطلب المساعده من جريس واللي بتروح معاها تحت الحراسه. وإيسن بيبقى بيجهز نفسه بدنيا للمهمه بتاعته، لكن بيجي واحد من انصار فكره الكيان وتطهير البشر وبيحاول يقتله، لكنه بيتنبه له وبيفلت منه وبيشتبك معاه. في نفس الوقت اللي زوجة دينلو بتضرب واحد من الحراس، وجريس على طول بتدخل في المعمعه، لكن بيحصل ضرب نار، ومن غير تفكير ساسا بتقرر انها تروق على اللي جنبها، وبيبقى خلاص كده الروس وقعوا في الامريكان وبقت حاجه زي الفل، والنار بتمسك في المكان. وبيجري دينلو علشان يبعت الاحداثيات من اللاسلكي بتاعه، وفعلا الغواصه بتستقبل الرساله، وإيسن بيحاول يخلص من الحوار اللي معاه، لكن بتخلصه له واحده من الغواصين، والناحيه الثانيه بتبقى الحرب لسه شغاله، لكن الروس بيقدروا انهم يهربوا من المكان والاوضاع بترجع تستقر. بس المشكله بقى ان الاحداثيات اللي وصلت بتقول على مكان تاني خالص، واللي بيبعد 1000 ميل عن طريق راس الرجاء الصالح، يعني من الناحيه الثانيه من الكره الارضيه. لكن إيسن بيفهم ان الاحداثيات معكوسه، فلما بيعيدها بيعرف يحدد الهدف الصحيح، وعلى طول بيعدلوا مسار الغواصه للاتجاه بتاعها، وفعلا
وفعلا بيستعد ايسن علشان ينزل للغواصه الغرقانه، وبيحاولوا يفهموه كل حاجه محتاج يعرفها. وفعلا بيخرج من الغواصه وبيبدا في مهمته المستحيله، وبيفضل ينزل للاعماق واللي المفروض بتبقى مسافتها 500 قدم. وبيوصل ايسن للغواصه وبيدخل جواها، واللي بيكون لسه فيها اماكن ما غرقتش بالميه، وطبعا ده بيعمل تغيير في وزن الغواصه اللي بتبقى على حافه خندق وبتبدا تتحرك. وفعلا بيقدر يوصل للكبسولة في الوقت اللي الغواصة عمالة تنزل واحدة واحدة، وبيدخل جوه كبسولة السونار وبيطلع المفتاح وبيفتح الغطا وبياخد البرتقوف اللي فيه الشفرة وبيحاول يخرج. وبتبقى الغواصة واقفة في مكان مفيش فيه هزار، ومن حظه الوحش ان في صاروخ بيقفل عليه الباب، فبيرجع وبيحاول انه يخرج من انبوب التوربين لكنه بيكون ضيق، فبيضطر انه يقلع البدلة بتاعته وياخدها معاه في الوقت اللي فعلا بتنزل الغواصة جوه الخندق، لكنه بيخرج منها في اخر لحظة. بس البدلة بتاعته بتتعلق في الغواصة واللي بتبقى هتسحبه لتحت، فبيبقى خلاص هي موتة ولا اكتر، وبيسيب لها البدله وبيطلع من غيرها. لكن طبيعي ان المسافه بعيده وجسمه مش هيقدر انه يتحمل، وبيفقد الوعي وبيطلع جسمه وبيلزق في التلج اللي على سطح الميه، وبيحلم بزوجته وهي بتنقذه، لكنها بتكون جريس هي اللي بتحاول ترجعه للحياه مره تانية، وفعلا بتنجح في انها تنعش قلبه مره تانية. واول ما بيفوق بيسال عن البرتقوف وبتديهوله، وبتقول له المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ قال لها ندور على جبريل. وفعلا بيتحرك الفريق، وبيبقى كل اللي ناقصهم علشان يدمروا الكيان هو القطعه السامه او الميموري اللي جبريل سرقه من لوثر قبل ما يموت. وبتبقى خطة ايسن كالعادة بره المنطق والعقل، وبيبقى عايز يخلي جبريل واحد من فريقه من غير ما يشعر، ويسلمه البرتقوف علشان هو اللي يدمجها بالقطعة السامة، ووقتها هما يتدخلوا ويقضوا على الكيان. لكن كل اللي معاه في الطيارة بيعرفونه بيخاطر بحياة الملايين من البشر، بس بيقول لهم جملته المعتادة وهي انهم لازم يثقوا فيه. وفعلا بيوصلوا لدولة الكونغو، لكنهم بيلاقوا الدنيا كلها فاضية، فبيتحركوا بحذر وبيدخلوا جوه نفق. ده في الوقت اللي بيعرفوا فيه ان روسيا هي كمان تم اختراقها وبقت تحت رحمة الكيان، وكلهم بيتلموا على الرئيسة وبيفهموها ان ايسن اختفى، ده ان ما كانش مات او وقع في ايد الروس، وبيقعدوا يشوفوا هم هيعملوا ايه وضرب النووي هيكون ازاي وايه الخسائر اللي ممكن تحصل لو ده حصل. ده في الوقت اللي بيكون ايسن وفرقته لسه ماشيين في النفق، وايسن بيقول لهم ان الخادم اللي كان عايز يستخدمه في مكان قريب منه، وبيقسموا نفسهم فريقين، وبيوصل ايسن واللي معاه المكان الخادم، فبيقول لهم يرجعوا هم للباقيين. ولما جريس بتحذره من جبريل بيقول لها ما تقلقش لانه هو عايزه حي، وفعلا بيرجعوا. وبيشوف ايسن مجموعه كبيره من القنابل شكل القنبله اللي قتلت صاحبه لوثر، وبيظهر جبريل ومعاه رجالته، وبيقول لايسن انا قلت لك ان انا اللي هنتصر في الاخر، وبيطلب منه البرتقوف وفعلا بيطلعه. لكن بتحصل مفاجاه وبيظهر جيم ومع رجالته، فرجاله جبريل بيفعلوا القنبله، وبيشوف ايسن فرقته وهم مقبوض عليهم، وكده تبقى خطه ايسن باظت على الاخر. وبيظهر رئيس الاستخبارات وبيبقى هو صاحب الليله دي كلها، وبيقول لايسن ايه بقى هي خطتك؟ قال له كنت هدي البرتقوف لجبريل واخليه هو اللي يقضي على الكيان، وبيبقى في حد عمال بيقتل في الحراس فوق من غير ما حد ياخد باله، وشكل صاحبنا عمال يرجع وهو مش عارف ان البرتقوف علشان يقضي على الكيان او حتى يتحكم فيه فهو محتاج القطعه السامه اللي مع جبريل. واللي فجأة رجالته بتضرب نار وبيشتتوا كل الموجودين، فبيرجع البرتقوف لإيد ايسن، لكن جبريل بيبقى بيحاول يهرب، فبنجي بيقول لي ايسن يروح وراه وهم هيدخلوا الخادم. حتى لما جريس بتقول له طيب والقنبله برضه بيقول له ما تشغلش بالك وروح انت ورا جبريل. وفعلا بيجري ايسن على العربيه وبيطير بيها، وبيبقى بنجي مصاب لكنه بيطمن جريس انه هيعرف يتصرف. وبتبقى مطارده عنيفه جوه الانفاق، وبيحاول رجاله جبريل انهم يخلصوا على ايسن واللي بتتقلب بيهم العربيتين. وبيخرج ايسن وبيطلع بره النفق، وبيشوف جبريل وهو بيمشي بالطياره وبيطير بيها، وبتيجي طياره تانية تبعه وبتلحق بيه، لكن ايسن بيتعلق فيها وبيكافح علشان يطلع فوق. وبوبا الباقيين بيحاولوا يسيطروا على القنبله، لكنه نفس الشيء، ممكن يبعدوا المفجر عن النواه لكن القنبله لوحدها هتنفجر. فبيقرر دونلو ان هو اللي هيقوم بالعمليه الانتحاريه دي، وستيف بيقرر انه هيفضل معاه، والباقيين هيدخلوا غرفه المخدر علشان لما ايسن ينفذ مهمته يقدروا يسيطروا على الكيان. في الوقت اللي بيوصل فيه ايسن للطيار وبيضربه وبيفقدوا الوعي، والطياره بتنزل في اتجاه الارض لكنه بيقدر يعدل مسارها، وساعتها جبريل بيشوفه وبيقع الطيار من الطياره، وبيدخل ايسن وبيسيطر عليها. في الوقت اللي بيشرح بنجي لجريس تعمل ايه في لوحه المخدر، وساسا بتعمل له فتحه في الرئه بتاعته علشان يقدر يتنفس، والرجاله بره لسه بيفكوا القنبله. اما الناحيه الثانيه خلاص بيبقوا بيستعدوا لبدايه حرب نوويه، لكن الرئيسه قبل ما تدي الامر بالضربه النوويه بترجع تاني في كلامها. بس بيظهر واحد من الصفوف بتاعتها من اتباع الكيان، لكنهم بيسيطروا عليه وبيقتلوه، وبيموت وزير الدفاع. ده في الوقت اللي فعلا الكيان بيخترق امريكا هي كمان، وكده بيبقى سيطر على كل المفاعلات النوويه اللي موجوده في العالم، وبيبدا هو في رحلته للتدمير. في الوقت اللي بتبقى جريس مستعده انها تحبس الكيان، بس ده في حال لو ايسن عمل اللي عليه، وساعتها الاشاره هيبقى لونها اخضر. كل ده بيحصل وفي حرب في الجو ما بين ايسن وجبريل، لكن ايسن بيقدر انه يتعلق في طياره جبريل، واللي بيبدا في تعذيب ايسن وبيفضل يتشقلب بيه علشان يوقعه من فوق طيارته، لكن ايسن بيصمد على قد ما يقدر وبيقدر يوصل له ويضربه، فبيلف جبريل بالطياره علشان يوقعه، لكن ايسن بيقدر انه يوصل له ويضربه وياخد الحبه السامه، وبيفك حزام الامان بتاع جبريل وبيخلي الطياره تلف، وبيقع منها جبريل اللي بيتعلق في الطياره، وبيقول له واحد منا بس هو اللي معاه مظله، وبيفلت ايده علشان ينزل لكنه بيلبس في ظل الطياره وبيموت.
وبيرجع ايسن جوه الطياره اللي بتولع، وبيبقى كل فريق في العد التنازلي والاخير للمهمه اللي مكلف بيها، وبيلبس ايسن المظله وبينزل من الطياره، واول ما بيفتح المظله بيحاول يركب الحبه السامه في البارتاكوف، لكن مظلته بتتحرق وبتخلص منها، وبيبقى فاضل 30 ثانيه مع 10 ثواني، وفجاه الضوء الاخضر بينور، وبتقدر جريس انها تحبس الكيان، وبتتقطع الطاقه عن العالم كله، بس بيبقى الجميع بخير، وبترجع الطاقه تشتغل تاني، وكمان بترجع كل الدول تسيطر على الاسلحه بتاعتها. وبيظهر ايسن اللي نزل بالمظله الاحتياطيه، وبيسمع رساله مسجله من صديقه لوثر كانت موجوده في الميموري، واللي بيعرفوا فيها انه عمره ما شك في انه هيقدر ينفذ مهمته وينقذ العالم ويسمع رسالته. اما انت لو عجبك ملخصنا للفيلم ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات، علشان اكيد ده يهمنا، وتدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو لسه اول مره تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.